الأهلي طبعا نزلت شكوى بخصوص الأستاذ حازم أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري. زي ما ظهر قدامكم كده. طبعا الأستاذ حازم، مع إن أنا راجل زملكاوي، بس أرفض جدا التصريحات دي. أنت راجل مسؤول، راجل أكيد في أي حد بيصور وحاجات زي كده بتبقى ترند بالنسبة لهم فهينزلوها. فاحنا ليه ما نخليش بالنا من تصريحاتنا وكلامنا اللي احنا بنقوله. انت راجل مسؤول في حاجه حكوميه، حاجه كبيره جدا، فاكيد عليك العين. فانت ما ينفعش خالص تقول مثلا تصريح مداعبه او مش مداعبه. ما ينفعش. انت راجل مسؤول وبتنحاز على لجنب على جنب. مع ان انا كمحمود، انا راجل زملكاوي، ارفض جدا التصريحات دي. احنا كلنا واحد، وكلنا شعب واحد، وكلنا متعلمين، وكلنا فاهمين كل حاجه. ما فيش حاجه اسمها عشان ما اتعلمتش يبقى انت راجل اهلاوي. انا ضد التصريحات دي جدا يعني. اتمنى من الاستاذ حازم يطلع يوضح ويعتذر للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي.